حضرتك عني، انت غير مسؤول عني. اللي هيسأل جوزي، وانا المسؤولة عن تصرفاتي واعمالي. نعم. بلاش حد ينصب نفسه مكان ربنا، استغفر الله العظيم يا رب. يعني احنا كلنا بني ادمين سواسية، كل واحد يخليه في نفسه وفي تخصصه، بس هو يعمل اللي في يعني شغله. هو بصفته يعني خلينا نقول مرشد ديني، ما هو ده موجه ديني، ما هو ده الوجه عليه ان اللي ينصح. بيستفز ناس كتير. ما هو الفكرة بقى ايه؟ الاتجاه ده هو اللي بيستفز ناس كتير. انت مالك؟ انت خليك في نفسك. اخيرا هناك رسالة يجب توجيهها، يعني بدك توجهيها لشخص وكأنك عم بتخاطبيه بشكل مباشر، يعني انت وياه بشكل مباشر. هذا الشخص هو ماذا تقولين له؟ كان نفسنا في حاجات كتير قوي معاك. كنت واخدنا التطور، لكن نسيت ناس كتير قوي، وهي كانت سبب الشعلة الفظيعة اللي فجرت بيها الدنيا دي كلها. لو كان فكرت فيهم شوية واديتهم ولو 10% من كل المكاسب اللي بتدخلها مصر كل سنة، وتوظفها لكل 10%، لو قلت مليار جنيه كنت وزعتها كل سنة على فقراء في مصر، كنت هتلاقي في حي انت بتحل مشاكل كتير ليه، والحي بيكلم الحي اللي وراه وبيقول له زي ما جه الدور وحللنا مشكلتنا هيجي الدور ويحل لك مشكلتك. انما للاسف انت سبتنا لليأس، سبتنا لدرجة ان احنا بقينا، في ناس كانت بتصرخ وتقول انا الحكومة بهزار وبنكت، وصلتنا لحالة كلنا كنا